على درجة حرارة متوسطة. تمام، نقلي. طبعا ريحة التوابل وريحة كمان. بس كده تمام. هقلي بقى بقية الكمية. وعملنا طبعا الرز بتاعها، وانتوا عارفين طبعا الرز عملناه كذا مرة، سهل خالص. بتعمليه بالبصل والكركم والكاري، بتحطي البهارات اللي انت عايزاها. تمام، وبصل بودر وتوم بودر ورشة فلفل اسمر بسيطة خالص. تمام يا حبايبي، هنقلي بقى الفراخ الكنتاكي بتاعتنا ونشوف شكلها بعد السوا عامل ازاي ومقرمشه ازاي. ان شاء الله تطلع معانا مقرمشه وحلوه اهو. ما تقلبيش بقى غير بعد ما الكفر اللي تحت يتحمر معاكي وياخد لون، بعد كده تقلبي للوش التاني. حبايبي اكلنا استوى الحمد لله. ايه رايكم بقى في الكنتاكي بتاعتنا؟ كنتاكي روعه. بصوا، سامعين صوت القرمشه؟ بصوا الدبوس خطير، بسم الله ما شاء الله. بصوا عامله ازاي، وصوت القرمشه بتاعته اهو روعه. وده الرز اللي عاملينه بالكركم والكاري والبصل بودر والثوم البودر. تعملي البهارات اللي انت بتحبيها فيه. تمام يا حبايبي، وعايزه اوريها لكم الدبوس بتاعنا اهو، بسم الله ما شاء الله عامل ازاي. بصوا، نيجي بقى هنا بقى في المايونيز بتاعنا الجميل ده كده، ونقطم بقى القطمه كده ونسمع الصوت. ها، سامعين صوت القرمشه؟ خطيره. وبصوا مستويه من جوه وخطيره اهو. بصوا من جوه مستويه وروعه. ماشي يا حبايبي، ما تنسوش اللايك والشير والكومنتات الحلوه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.